صالح خلفان نجم من نجوم النادي العربي. بصراحة هذا اللاعب ما حد يقدر ينساه من جماهير النادي العربي وجماهير الكرة القطرية بشكل عام، خاصة جيل الثمانينات. نجم كبير، كنا نستمتع لما نحضر مباريات النادي العربي ونشوف اللاعب صالح خلفان بجانب أخوه إبراهيم خلفان ومجموعة كبيرة من لاعبين النادي العربي. صالح خلفان وإبراهيم خلفان وعيالهم يعني ما حد يقدر ينساهم، يعني ما شاء الله عائلة كروية رياضية فنية. وصالح خلفان شهادتي فيه مجروحة. هذا اللاعب صاحب أخلاق عالية وعنده روح رياضية. بصراحة أنا عن نفسي كنت أستمتع لما أشوف صالح خلفان ضمن فريق النادي العربي واستمتع في لعبه. كنت أتابع مبارياته أيام استاد الدوحة واستاد خليفة. وصالح خلفان ما حد يقدر ينساه، خاصة جمهور النادي العربي. في مدرسة الخليج الابتدائية بالدوحة للعام الدراسي 66-67 درس صالح خلفان المرحلة الابتدائية، وفي تلك الحقبة التعليمية كان من المتفوقين دراسيا. وعلى يد مدرس التربية الرياضية الأستاذ السر السالم وجد صالح خلفان المناخ الرياضي المناسب لتقديم نفسه كلاعبا مدرسيا موهوبا لفت الأنظار إليه من خلال التميز في ركل الكرة والجري خلفها على طريقة النجوم الكبار. ومن بين الحصص الدراسية كان صالح خلفان ينتظر بفارغ الصبر حصة التربية الرياضية من أجل تقديم نفسه من جديد كلاعبا ينتظره مستقبلا مشرقا في عالم كرة القدم. وفي الساحة المخصصة للنشاط الرياضي المدرسي تزداد موهبته الفذة توهجا وتميزا، حتى أطلق وقت ذاك الأستاذ الراحل السر السالم العنان لموهبته عندما اختاره قائدا لفريق الفصل الذي نافس بقيادة الكابتن الصغير منافسة قوية مع فصول المدرسة، حتى أصبح صالح خلفان طالبا ولاعبا معروفا في مدرسة الخليج الابتدائية. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الكابتن صالح خلفان أحمد الخلفان، مواليد 1957. في البداية حال باقي كل اللعيبة أو معظم اللعيبة ذيك الفترة، بدينا في الحواري وبدينا في الشوارع، وهذا الشيء طبيعي كان عندنا. ومن ثم بدأت الموهبة هذه تظهر من خلال المدرسة الابتدائية. كنت أدرس في مدرسة الخليج العربي، وكان وقتها أستاذنا الله يرحمه ويغفر له الأستاذ السر سالم، ويبدو أنه لمس فيني الموهبة الرياضية والكروية، ومن خلال المتابعة هذه جزاه الله خير والله يرحمه ويحسن إليه إن شاء الله، قام وأضافني أو أدخلني إلى فريق كرة القدم في مدرسة الخليج العربي في تلك الفترة، علما بأن كان سني صغير. ومع هذا أصر أني ألعب، وفعلا خلاني ألعب في أول مباراة أو أول مباراتين من ضمن الفريق، والحمد لله أثبت جدارتي في تلك الفترة، وبديت أستمر مع الفريق بالنسبة لمدرسة الخليج العربي. بعد ذلك عقب الدراسة والمرحلة الابتدائية دخلت المعهد الديني في المرحلة الإعدادية، وجزاه الله خير الأستاذ كان أحمد سعد مدرس الرياضة في المعهد الديني. الرجال لما سمع أني ألعب كورة وأني عندي مهارات فنية وعندي ميول كروي، قام وأضافني إلى منتخب أو إلى فريق المعهد الديني في تلك الفترة. والمعهد الديني كان عبارة عن مرحلتين، المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية، وبديت معاهم وأنا في المرحلة الإعدادية. ولله الحمد بدينا نلعب مع الفرق الثانية في ذيك المرحلة بالمدارس الأخرى، وكان
كان لفريق المعهد الديني شأن في ذيك الفترة. أي نعم، كنا مهتمين بالنواحي الدينية والعلمية، ولكن أيضا الرياضة والناحية الرياضية كان لها دور، وكان المعهد الديني من ضمن الفرق اللي كان يحسب حسابه بالنسبة للمدارس الأخرى. بديت في المعهد الديني كمرحلة إعدادية، ومن ثم استمريت معاهم بالمرحلة الثانوية. في المرحلة هذه تقريبا جاني عرض من بعض الأخوة، قال يا صالح تعال نبيك تلعب معانا في الدورة الصيفية. وكانت هذه الدورة اللي ما زالت مستمرة هي دورة صالح صقر الصيفية. لعبت معاهم مع فريق الأنصار، كان مقره في فريج السلطة. بعد ما انتهت البطولة هذه رجعت حق فريجنا المعتاد، ولا فريج الخليفات منطقة شرق، ورجعنا حق الحواري وحق الفرجان، والتحدي اللي صاير ما بيننا وبين بعض الفرق الموجودة في بعض الفرجان القريبة. كانت الهواية بالنسبة لكرة القدم في تلك الفترة، بحكم تواجدنا في منطقة الشرق ومنطقة الخليفات، حاجتين: يا البحر أو كرة القدم. فمارسنا الرياضة ككرة القدم، ومارسنا الرياضة في مجال السباحة ولله الحمد. بعد فترة جاني الأخ الله يذكره بالخير محمد المؤذن، وقال لي يا صالح أنت وينك؟ احنا ندورك ومحتاجينك في النادي العربي، وحابينك تنضم إلى فريق النادي العربي. في تلك السنة كانت تقريبا 1973 إذا ما خانتني الذاكرة. فأنا رحبت مبدئيا بالفكرة، ولكن قلت بشوف الأهل، بشوف الإخوان اللي أكبر مني، والوالد كان متوفي الله يرحمه ذيك الساعة، وبشوف رأي الوالدة، وهذا أهم من كل الآراء. فلله الحمد الأخوة اللي أكبر مني شجعوني وأثنوا علي، وقالوا ما عندك أي خلاف، بإمكانك أنك تسجل في النادي وتستمر. أخذنا رأي الوالدة، قالت ما عندي خلاف يا ولدي، ممكن تلعب مع النادي، بس بشرط أنك تحافظ على الصلوات، يعني لا تضيع فرض من فروض الصلاة. ولله الحمد من عقبها استمرت مع النادي تقريبا في 1973. لعبت معاه في الدرجة الثانية. في نفس السنة لعبت كم من مباراة في الدرجة الأولى. وتقريبا في السنة الثالثة 1975 تم اختياري للمنتخب القطري. هذا صالح خلفان لفالديني اللي بيشوط كرة قوية. صالح خلفان طلع الكرة لنفسه وبيع. حسن ابراهيم الى صالح خلفان، يعدي صالح ومعاه سامي جاسم، يعلي صالح خلفان، لا بطجمها براسه، حلوه لعب الرزاق مره ثانيه، حلوه. طبعا بحكم سني انا حتى في البدايه كنت متخوف ان ممكن اكون من ضمن عناصر المنتخب القطري، لكن بتشجيع النادي وتشجيع الاخوان وتشجيع الربع في الحاره اذا صح التعبير، قالوا صالح بالعكس انت موهبتك زين وعندك مواهب فنيه، وبامكانك انك تثبت، بامكانك انك تستمر مع النادي او مع المنتخب. وفعلا ولله الحمد بديت مع المنتخب، واول تمرين كان لي في استاد الدوحه تقريبا في ذيك السنه. تمرنا تقريبا لمده اسبوعين متواصلين مع المنتخب. كان مدربنا المدرب الانجليزي فرانك بوغنل. في نفس الفترة الظاهر أنه كان في تنسيق مع الاتحاد القطري لكرة القدم والاتحاد التونسي لكرة القدم، فكان في عرض هناك على أساس أن المنتخب القطري يلعب مع نادي الترجي التونسي في ذيك الفترة. فأنا استبعدت أن يتم اختياري من ضمن الفريق اللي راح يروح لتونس، لكن المدرب أصر وحطني من ضمن العناصر اللي راح تشارك في المباراة الودية مع منتخب الترجي التونسي. وفعلا سافرت مع المنتخب تقريبا، أذكر أن نزلنا في ترانزيت أو غير طيارة في سوريا، ومن ثم واصلنا المشوار إلى تونس. في تونس أول تمرين ثاني تمرين أشوف المدرب مهتم بيحطني أساسي من ضمن العناصر وأنا مستبعد أني ممكن ألعب في ذيك المباراة. فلما جينا في يوم المباراة وأثناء
وجودنا في غرفة تغيير الملابس مع المدرب وضع الخطط والكلام هذا. فقال لي صالح أنت بتلعب يقول بلاي؟ قلت أوكي أيم ريدي. يعني كنت متردد يعني أول مباراة لكن قلت يعني مو بعد أقول له لا ما أقدر ولا إني متخوف ولا شيء، فحبيت إني ألعب أصلا في المباراة دي. وفعلا نزلني وقال لي أوكي يقول بلاي مان تو مان مع رقم 10. من هو كان رقم 10؟ كان أخونا المحل الحالي في بن سبورت طارق ذياب، كان من خيرة اللاعبين التونسيين. علاوة على الفريق الترجي التونسي كان معظم يمكن 5 أو 6 لعيبة من يمثلون المنتخب التونسي في ذيك الفترة، يعني كلهم ما شاء الله لعيبة محترفين. والله راد انه قال لي تلعب مع رقم 10 طارق ذياب مان تو مان. انا عبالي يعني اوكي رجال عادي مثل ما اللعيبه الموجودين عندنا في على مستوانا في الدوحه، ممكن تلعب مان تو مان مع اللاعب وتجاريه في لعبه. فيوم نزلت ادور رقم 10 لا هذا رقم 10 طارق ذياب. قلت لا حول ولا قوه، الحين اوريدي نزلت الملعب. والله وتميت معه. كان المدهش او الشيء اللي بعد له تاثير في اول مباراه دوليه تعتبر لي، والملعب كان مليان فل، لان تقريبا الفريق الترجي عباره يمثل المنتخب التونسي وله شعبيه رهيبه ذيك الفتره، فالملعب كان مليان. فتصور نفسك اول مباراه لك تنزل وانت صغير السن، تقريبا اصغر واحد كنت فيهم، اللعيبه كلهم ما شاء الله كانوا اكبر مني بالسن. فنزلت الملعب ولا الجمهور هذا ما شاء الله كلنا تتوكل على الله ويلعب يا ولد الحاله. لعبت شوط واحد، الشوط الثاني قال لي مدرب تقدر؟ قلت له سوري كابتن اي كانت. فكملت معاهم شوط واحد. 10,000 ريال قطري، وهذه اخذناها من عقب فوزنا بكاس الامير. والمرة الثانية لما فزنا بالكاس بعد حصلنا تقريبا نفس المكافأة إذا ما زادت، يمكن 15,000 صارت. هذا مع النادي. بالنسبة للمنتخب من خلال فوزنا للمركز الثاني بالبطولة العسكرية، بطولة السيزم. كانت البطولة هذه في الدوحة، ولعبنا النهائي بين المنتخب القطري العسكري والمنتخب الكويتي. طبعا فازوا علينا يمكن ب1-0 أو 2-1، كانت النتيجة يعني متقاربة. وكانت المكافأة بالفوز هذا بالمركز الثاني تقريبا 50,000 ريال قطري. طبعا 50,000 في ذيك الفترة لها قيمة يعني. الكروي الرياضي تقريبا اللي دار ممكن حول 17 أو 18 سنة. بعد فوزنا في سنة من السنين بكأس الأمير، أهداني الأب الروح للنادي العربي الأخ الفاضل سلطان بن خالد السويدي سيارة. ذيك الفترة كانت سيارة سوبر صالون حمراء وبيضاء، هدية من عند النادي العربي للاعب صالح خلفان. ونقدر ننزل تحت، تفضلوا معنا تحت على أساس أن نشوف بعض الإنجازات والميداليات اللي تم الحصول عليها خلال الفترة الماضية. يلا تفضلوا. حياكم الله في مكاننا المتواضع. نبتدي من الصورة هذه صورة العيال ناصر وأحمد. الصورة هذه تبين حرفنة المصور، إن الجمع في لقطة واحدة، جمع ما شاء الله 2 من الإخوان في لقطة واحدة. الصورة هذه أخذناها في البرازيل، كان معسكر مع المنتخب الوطني في أحد المباريات المشاركات الودية. الصورتين هذولا تقريبا من أوائل الصور مع الفريق اللي هو نقول فريق الخليفات أو فريق المنطقة اللي كنا فيها. والإخوان طبعا اللي دكتور واللي مهندس واللي الحمد لله على كل حال. صورة جماعية للنادي العربي في أحد الانتصارات في كأس الأمير. وهذه الصورة تمثل اعتزال أخونا والكابتن ماجد الصايغ ومعه الكابتن الكويتي فيصل الدخيل. هذه الصورة لبطولة اللي هي بطولة الخليج أو بطولة مجلس التعاون معنى أصح. كان يفترض أن العربي يأخذ الأول في البطولة هذه، لكن بقدرة قادر صار العربي المركز الثاني، واعتقد الهلال السعودي يمكن أخذ المركز الأول.
وهذه صورة جماعية مع الرئيس الفخري للنادي العربي سابقا الشيخ محمد بن حمد. هذه الصورة تمثل اعتزال ماجد الصايغ، كان حاضر معانا في ذيك المباراة اللاعب عدنان الطلياني. وهذه الصورة تمثل عناصر ولعيبة النادي العربي في بداية المشوار بالدرجة الأولى. ومن ثم باقي الصور طبعا كلها لها ذكريات ولها موقف بالنسبة لبطولات النادي العربي. الصورة هذه من المنتخب العسكري، طبعا مبارك عنبر، محمد وفاء، محمد هام، خالد سلمان، عنبر بشير، منصور مفتاح الله يشافيه ويعافيه، عيسى أحمد، إبراهيم خلفان، حسن القاضي، سمير أو فرج عباس، ومن ثم أخوكم صالح خلفان. الصورة هذه تمثل مثل ما هو مكتوب عليها أحلام العربي بداية الثمانينات. كانت فعلا أحلام وصارت حقيقة على الواقع، الكل ولله الحمد يتكلم عنها ويشيد بها، وخاصة بذيك الفترة. الصورة هذه تمثل أحد المعسكرات في البرازيل مع الأخوة الكباتن أثناء تواجدنا في معسكر داخلي في البرازيل. الصورة هذه عبارة عن مجموعة هدايا وميداليات لها تاريخ ولها بطولات، ولله الحمد الواحد قدر يتحصل عليها من خلال إنجازه واهتمامه وتفانيه مع النادي العربي أو مع المنتخب. اللهم لك الحمد. الصورة هذه تمثل النادي العربي في كأس الأمير، والصورة هذه لها معاني أخرى. لو نلاحظ أن معظم اللعيبة قطريين، لأن النادي العربي كان النادي الوحيد اللي لعب أو كنا نلعب بدون أجانب لفترة من الفترات، فترة طويلة لعبنا والحمد لله حققنا انتصارات من غير أجانب، اعتمدنا على الكوادر القطرية وأثبتنا ذلك. الصورة هذه تمثل صورتي في كأس الأمير، ومن خلالها أو من خلال البطولة هذه فزت بأحسن لاعب، وتم منحي الكاس هذاك الموجود هناك كأحسن لاعب في كأس الأمير. وباقي الصور عبارة عن بعض الأنشطة الرياضية وبعض الصور حق الأولاد العيال. وهذه الصورة أثناء السلام على الأمير الأب الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله، في سنة 79-80 حصول النادي العربي على كأس الأمير. وهذه الصورة تمثل تخرجي من الجامعة، وصورة العيال ماجد وخلفان، صورة خلفان، صورة خلفان وإبراهيم وماجد ومحمد، تقريبا العيال ما شاء الله عليهم الله يحفظهم. هذه مجموعة الصور. وهذا هو المكان المتواضع إذا صح التعبير، قدرت من خلاله أجمع بعض الصور وبعض الميداليات والهدايا التي تم الحصول عليها خلال مسيرتي الرياضية. يعطيكم العافية. الصورة هذه صار لها حوالي 35 سنة، ومن المصادفات مع الأخ محمد من نفس الاستوديو من 35 سنة جايين الحين نسوي لها برواز جديد وتعديل الصور. مشكور يا أخوي العزيز، جزاك الله خير. أتمنى لك الصحة والعافية، أتمنى لك الصحة والعافية إن شاء الله. الله يبارك. بعيد عني وعنك شر. آمين يا رب. آمين. هاي صورة أخوي صالح خلفان، رفيقي من زمان، وهي صورة 35 سنة قبل أنا صورت في الاستوديو الاستقلال القديم، والحين يب لي إياها يبي يغير البرواز، وإن شاء الله بنغير البرواز نحت إياه، وإن شاء الله عقب 35 سنة بعد يشوفوا بالخير.
كل الانجازات اللي تحققت للنادي العربي كان صالح خلفان موجود. اول كاس امير الكابتن صالح خلفان كان متواجد، اول بطوله دوري كان متواجد في القائمه، اول فريق يجمع 3 بطولات رسميه، الدوري العام وكاس الامير وبطوله الشيخ جاسم، الكابتن صالح خلفان كان اسمه موجود ضمن القائمه. فاغلبيه الانجازات للنادي العربي الكابتن صالح خلفان كان موجود في القائمه. لعبت مع الكابتن صالح خلفان في المنتخب سنة 1982 في بطولة الخليج السادسة اللي قيمت في أبو ظبي. وبعدها بصراحة الكابتن صالح خلفان كان بإمكانه أنه هو يستمر مع المنتخب، لكن الكابتن صالح خلفان قدر أنه هو ينسحب بهدوء من المنتخب. الكابتن صالح كان يمتاز بصراحة بالقوة والسرعة، فلين الحين كنت اذكر فكنت انا صغير وكان دائما يقول لي محمد بتلعب لي الكوره، اقول له يعني يا كابتن في عندك مدافع لاصق عندك ماسك المدافع، يقول ما عليك منه تلعب لي الكوره ولا عليك منه. وبالفعل يعني العب له الكوره وانا مغمض، يعني تحس ان هذا اللاعب قوي سريع بامكانه انه هو يتخلص من كل مدافع، ودام انه هو يمتلك هذه الميزتين السرعه والقوه. الكابتن صالح خلفان لعبت مع الكابتن في اواخر السبعينيات، هو كان يلعب في الفريق الاول وانا في نفس الوقت كنت العب مع الشباب وانضميت الى الفريق الاول، وكان لي بصراحه نعم السند في الملعب مع اخواني الكبار مثل الكابتن ماجد الصايغ، عبد الله سعد، ابراهيم خلفان وخميس دهام وخميس محبوب الله يرحمه. الكابتن صالح خلفان استمر فتره طويله مع النادي يلعب، وبصراحه من أجمل المباريات اللي لعبت مع الكابتن صالح خلفان بطولة مجلس التعاون اللي قيمت في الرياض في 1986 حققنا فيها المركز الثاني. كان بصراحة صالح خلفان نجم في هذه البطولة، وعلما بأن يعني كانت يمكن هذه آخر بطولات الخارجية مع النادي. رجعنا الدوحة عقبها يعني عقب تقريبا موسمين واعتزل الكورة، لكن اسمه ما زال موجود دائما موجود في قلوب الجماهير. لو جيت حق مباريات النادي العربي تحصل معظم الاهداف اللي سجلت من معظم اللعيبه سواء ابراهيم اخوي او علي زيد او خميس دهام كانت من خلال رجل صالح خلفان، ولهذا اطلق عليه في ذيك الفتره ان صالح من اسرع اللعيبه اللي يوصلون حق مرمى الخصم، وهذه الشهاده كنت اعتز بها من ناس لهم باع كبير في مجال كره القدم. ويمكن اغلى الاهداف يمكن ما يكون لي انا، لكن بالنسبه للنادي العربي في مباراه لا تنسى، مباراه العربي مع الريان، اعتقد كنا في كاس الامير قبل النهائي، وكنا مغلوبين من نادي الريان الى الدقائق الاخيره. عملت ضربه كره كورنر ورفعها الله يرحمه خميس محبوب وسجلها ابراهيم خلفان، ومن كذي قدرنا نتعادل مع نادي الريان ولعبنا وقت اضافي وتفوقنا عليهم وفزنا عليهم في ذيك المباراه، ومن ثم طلعنا الى نهائي كاس الامير المفدى. الاصدقاء لله الحمد الواحد يعني ترك له ارث طيب بالنسبه للاخوه الكباتن اللي كانوا معانا في ذيك الفتره، ومن الصعب اني اسرد اسمائهم حاليا، لكن كلهم ولله الحمد كانت علاقاتي معاهم وعلاقتي معاهم طيبه سواء في النادي او في المنتخب، وما زلنا على اتصال وتواصل مستمر في المواجيب او في اي مناسبه من المناسبات نلتقي وندردش مع بعض ونتذكر الايام الخوالي مع بعض وما الى ذلك. صالح خلفان أنا عشت معاه طول بدايتي وياه، ما شفت منه أي شيء، هادي ساكت طيب برا، بس لكن إذا نزل الملعب ما شاء الله عليه حركة ما حد يقدر مثله مو في هذه. أما إنه إذا برا تشوفه هادي ما شفت منه شيء، كله من ساكت قاعد بروحه، يسولف شوي يقعد بروحه، كله ساكت، بس لكن ما شاء الله عليه إذا نزل الملعب ما حد يقدر له. الشيء الثاني إن في موقف له إذا يتذكره في مدرسة، كنا نتمرن في مدرسة الدوحة الثانوية في راس بعبود،
طبعا هناك لازم احنا نروح الظهرية لأن ما فيه كشافات، ملعب فيه حشيش وما فيه كشافات يعني، ولازم نروح نتمرن بدري يعني من الساعة 4. صالح خلفان عسكري، طبعا لما عسكري انك انت بتتمرن في الملعب لازم تكون الساعة 3، يطلع من وحده ما يمدي يعني يرتاح او يتغدى او شيء، يجي يجي هناك الملعب قبلنا، وفي توانكي مالة الماي اللي يرشون فيه الملعب، يروح يقعد هناك وراهم وياخذ له قهوة خفيفة لين الساعة 4، لين بدينا التمرين نناديه يا صالح يا صالح اطلع من وراء الإسلام يا صالح. بس هذه الموقف اللي أنا أتذكر فيه صالح، والله يعطيه العافية. في السابق كنت أشجع ليفربول بحكم الأحمر والأبيض. كان عندهم إذا ما خانني التعبير اللاعب كيغن رقم 7، لأن أنا كنت رقم 7، فكان توجهي وحبي للاعب هذا كيغن رقم 7 في المنتخب الإنجليزي. وحاليا أشجع أو النادي المفضل حاليا عندي هو نادي يسمونه ريال مدريد. صالح خلفان وقصة الرقم 7. الرقم 7 الذي زامل نجم الكرة القطرية ونادي العربي صالح خلفان طوال مشواره الرياضي في ملاعب كرة القدم كان إعجابا بنجم كرة القدم الكويتية السابق فتحي كميل الذي كان يرتدي ذات الرقم 7. وشاءت الأقدار بأن تجمع بين أصحاب الرقم 7 وجها لوجه، وكان ذلك عام 1981 في بطولة العالم العسكرية التي أقيمت في قطر. وصفا نجم العربي والكرة القطرية صالح خلفان اللعب أمام فتحي كميل بالحلم الذي تحقق. ياخذها المدافع، كرة ملعوبة عالية حلوة جايها جاسم لكن بعيدة عن فيصل الدخيل، توصل 14 اللي هو عيسى أحمد، 14 اللي هو إبراهيم خلفان، ينقلها في نصف الملعب إلى 7 اللي هو صالح خلفان بيلعبها إلى سمير عباس. بتكلم عن أخوي صالح الفترة اللي كان يلعب فيها، ويعتبر هو المتسبب في دخولي أنا للنادي العربي، لأنه كان دخل قبل هو النادي واستفدت كثير من تجربته، وكنت أشوفه في المباريات وأنا في المدرج، فتشجعت بيني وبين نفسي في أني أكون أحد عناصر النادي العربي. يعجبني في صالح كان لاعب بصفة المقاتل، يملك لياقة بدنية عالية وروح رياضية أيضا عالية، حماس، وهذا الشيء يعطيه كثير من التميز. فلذلك هو كان يحمل هالصفة، الشجاعة نقدر نقول في الملعب، بالإضافة لأدواره الفنية التي يقوم فيها. أذكر أنه كان دائما يحط على يده اليمين أو اليسار الكوع، لفه يلف الكوع الأيمن أو الأيسر. أنا ما أدري ليش، بس يمكن هو يتفائل بهذا الشيء، لكن هذا الأمر يعني مربوط كثير بصالح، يا الكوع الأيسر يا الكوع الأيمن، ما أدري واحد فيهم. بالإضافة إلى وجود نكب على الركبة اليمنى، لأنه مسوي عملية قديمة مسويها في الركبة، وكان يحط النكب لأنه يساعد على تماسك الركبة. فصالح كان لاعب متميز، مقاتل مثل ما ذكرت، له أثر نفسي علي أنا شخصيا. تشجعت من خلال وجوده في النادي العربي، وعقبها حنينا كجيل ثاني للنادي العربي، وحققنا طبعا نتائج كثيرة مع بعض في النادي،
وحتى على مستوى المنتخب لعبنا مع المنتخب في كثير من المناسبات، وخاصة بطولة العالم العسكرية في 80 تقريبا 81 حصلنا على المركز الثاني، أيضا كنا مع بعض في المنتخب. ذكريات حلوة، والله يوفق أخوي صالح إن شاء الله في حياته العملية أيضا. عموما صالح من اللعيبة اللي هي ملتزمة أول شيء دينيا، وأيضا صالح يتمتع بأخلاق عالية ومحبوب ومحبوب وقريب من لاعبين الفريق، وسواء من الفريق أو حتى من الجمهور، يعني قريب جدا صالح منهم. صالح داخل الملعب له مكانة، وهو من اللاعبين المهمين في الفريق، ودائما هو يشغل خط الوسط. وأنا بالذات يعني إذا صالح معاي أرتاح كثير، يعني لأنه هو صالح من النوع الهجومي، وفي نفس الوقت يجي يدافع بقوة في الوسط. وصالح دائما يحب أن يلعب في الوسط اليمين، وأيضا يروح على الجناح اليمين يسحب المدافعين، وكثير من الأهداف اللي جاءت عن طريق صالح من اليمين وبرفعاته إلى المهاجمين لتسجيل الأهداف. صالح أتذكر أنا أن صالح كثير من المباريات كان يلعبها وهو مصاب، وكان يتحمل الألم، لكن ما شاء الله عليه يعني كان لأن دخل الملعب ما تحس أنه هو مصاب، كان يؤدي وبقوة، حتى الخصم ما يعرف أنه مصاب، لكن صالح كان يؤدي بقوة. صالح خلفان يعتبر أخو صديق عزيز وغالي علينا، غالي على كل عرباوي. صالح خلفان يا أخي أنا أعرفه من أيام الفريق، أيام إحنا كنا فريق الهتمي وهم فريق جم خليفات، يعني حذف عصاه وصل من الهتمي لخليفات. كان في الفريق يجي يلعب مع نلعب كلنا، عندنا فرقة في الفريق. عندنا فريق اسمه فريق نضال في مغلينا، أنا وخليل ومحمد الأحمد وجاسم الله يرحمه وناصر العطشان وناصر يعني والشباب، نلعب مباريات معاهم مع بعض. كان عندهم فريق ثاني بعد فريق خليفات، هو جوهر سليم واخوه احمد الله يرحمه كان موجود، وابراهيم خلفان، نلعب معاهم مع بعض، محمد مبارك خليفي الشباب وذيله، كنا نتبارى ونلعب. وكان مع صالح يعني من يوم هو صغير ايام مسجد خليل كان صالح لاعب يعني بمعنى الكلمه، ونصر اول شيء اخلاق، محترم مؤدب، ما يقطع على حد، ما يزعل احد، ويحب الكوره ويحب ربعه ويحب النادي. لاعب يعني يبيع الرخيص والغالي حق ناديه، يحب النادي يحب الشعار. لعيبه ما هي من اللعيبه اللي كانوا ما شاء الله عليه تدرج لين وصل المنتخب. انا خبره كان حتى المنتخب خليج صالح خلفان، اخوانه احمد كان كلنا في مدرسه واحده. ابراهيم يعني شوي يقول انه اصغر من صالح، الكبير احمد الله يرحمه. وبعدين حتى تدرجوا حتى عيالهم، طلع لك خلفان، طلع لك ولد صالح احمد، محمد خلفان ولد ابراهيم، يعني كلهم عائله رياضيه ما شاء الله عليهم. يعني ايش اقول لك يعني عنهم؟ صالح في الملعب تقول كدينما في الملعب، انسان مركز لعيب من الاخر. صالح خلفان هذه اللي صالح خلفان، يعني انت تغير لك المباراه في لحظه. صالح خلفان، صالح ماخذ الكره ماشي، صالح حاول عرقله. أوقفت الإصابات المتكررة مسيرة النجم المميز صالح خلفان، ومعها توقف الجري خلف المستديرة التي طالما شهدت على نجومية هذا النجم الكبير. ولن تنسى جماهير العربي الوفية والقطرية قاطبة البذل والعطاء والوفاء والإخلاص والتضحيات التي قدمها النجم صالح خلفان طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات، ستبقى في ذاكرة كل الرياضيين في قطر. الكلام يطول، وخاصة إذا الواحد حب يتكلم عن شيء
انتماء له وشيء عشقه وشيء حبه، ألا هو النادي العربي. فنادي العربي نادي أنا أعتبره ظاهرة غريبة في عالم كرة القدم القطرية. من لا شيء كان شيء، وحقق انتصارات وكانت له بصمة ليست على المستوى المحلي فقط، ولكن على المستوى الخليجي بشكل عام. والبصمة هذه ما كانت على مستوى كرة القدم، بل بالعكس كانت على مستوى باقي اللعبات الرياضية كلها، إذا ما خانني التعبير. معظم اللعبات كان العربي يحقق انتصارات أو متفوق أو ومتصدر لمعظم اللعبات الرياضية الأخرى في دولة قطر. ولهذا أتمنى بأن هذا العشق وهذا الحب للنادي العربي بأن يدوم، بل يكبر في قلب الأجيال القادمة، وأن يتم النادي العربي ككيان رياضي يستمر في عملية الانتصارات والفوز بصرف النظر عن الفترة الماضية وما حققه من ركود أو تأخر، لكن لكل حصان كبوة، وهذا حال كرة القدم. ومع هذا نجد اليوم بأن الجمهور ما زال متمسك بهذا النادي، وما زال يشجع، وما زال يسارع في الحضور إلى الملاعب، خاصة لما يكون العربي طرف في هذه المباراة. وأتمنى الاستمرارية بالنسبة لمشجعين النادي العربي والتفوق والوقوف قلبا وقالبا خلف ناديهم إلى أن يصل إلى الغاية والهدف المرجو إن شاء الله. والسلام ختام.